السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقعتنا النهاردة من الغربية، من قرية بلتاج مركز قطور، من بيت تهاني اللي عندها 40 سنة، بتشتغل مدرسة في التعليم الأزهري. لما جت تتجوز والدها جاب لها العريس دوت اللي اسمه إبراهيم. وإيه رأيك يا بنتي؟ رأيك يابا. خلاص تمام، بس في فرق في التعليم جامد قوي يعني. هو معاه دبلوم صنايع وهي متعلمة بسم الله ما شاء الله عليها ومدرسة وحافظة كتاب الله وبتحفظ القرآن الكريم. اتجوزوا هما الاتنين، لكن بعد ما اتجوزوا اتفاجئت ان هو من الناس اللي هما يعني بتصرف عليهم. مش عايز اقول من الرجالة لان كده يبقى ده لا يعتبر راجل. هي بقت تصرف عليه وتصرف على البيت وخلفت منه. مهم، الولد اللي جابته اللي هو اسمه باسم، بعد كده هو طبعا كام سنة الحياة بينهم بقت صعبة جدا، مستحيل ان هي تكمل معاه. بعد كمان ما اكتشفت ان هو الراجل طلع متجوز، وديني قلت عليه راجل، طلع متجوز كمان ومخلف وهي ما كانتش تعرف. المهم طلب منها كمان اللي هي تصرف عليه وعلى بيته التاني. ازاي اللي انت بتقوله ده؟ لا ما ينفعش كده، كفايه انا بصرف على البيت هنا وبصرف على ابني، واللي انت فلوس اللي انت بتاخدها كمان على بيتك التاني، لا ما ينفعش. اتطلقوا هما الاتنين وقعدوا مستمرين على كده الطلاق لمدة 8 سنين. بعد 8 سنين في آخر 3 سنين رجعوا لبعض تاني. الناس بقى وفقوا بينهم وبتاع، وابنك كبر ومش عارف ايه وبتاع ايه، وابنه بقى عنده 9 سنين. ومهم رجع البيت وخلاص وبتاع وكده. وبعد كده برضه يعني بدأ برضه النقار بينهم وبتاع، واديني فلوس وعايز ومش عارف ايه، وبيت التاني محتاج. طب خلاص بقى اكتب لي البيت اللي انت فيه، لا اكتب لك ايه ومش عارف ايه. المهم حصل بينهم خلافات هما الاتنين كتير، فبدأ ان هو بقى هنا ايه، يتربص بيها. عمل ايه البيه؟ راح مكتفها ايدين ورجلين وحط بلاستر على بقها وضربها بقى لحد على دماغها. وراح واخدها وراح ايه، قبل ما ياخدها كان قال لاخته الحقيني انا بقى موتها واعمل ايه، وقولي واتصرف ازاي. قالت له بسرعه روح على الزريبه وجيب اللودر يحفر لك في الزريبه، وبعد ما اللودر يمشي نوديها وندفنها. وحصل حقيقي، راح جاب لودر حفر جامد في الزريبة، وبعد كده هو راح واخدها وراح دفنها في الزريبة ودفن عليها وحط طينة ولا كأنه عمل حاجة. و24 ساعة وراح مبلغ في الاسم على أساس بقى إن يعني مفيش بلاغ بعد ما يمر تقريبا 24 ساعة أو 48 ساعة. طب أنت ما جيتش ليه؟ لا جيت عشان خاطر يعني لازم يكون عدى كام ساعة، فأنا لقيتها مش موجودة وخرجت من البيت وما رجعتش، والدهب اللي كان في البيت مش موجود وبتاع. المهم الأجهزة الأمنية بدأت إن هي تكثف جهودها علشان خاطر تدور على تهاني. فين تهاني؟ لا عند أهلها ولا في أي مكان ولا ليها أصحاب ولا. المهم الواد ابنها بقى هنا هو اللي اكتشف الجريمة. الولد بقى عنده 12 سنة بسم الله ما شاء الله عليه، لقى عمته حاطة الطشت، وسبحان الله بقى هنا الجريمة بانت قدامه. وماسكة العباية بتاعت أمه وبتغسلها ونازل منها مية فيها دم. بيقول لها ايه دوت؟ قالت له لا ده كان قوطه ومش عارف طماطم يعني وكلام من ده وكده مش عارف ولا صلصه. الواد طبعا خد منها الكلمتين، اوعى تقول لك كده، اوعى تقول لحاجه لحد اللي انت شفته دوت ومش عارف ايه. لا لا خلاص مفيش حاجه. خد بعضه الولد وراح قال لخالته على اللي شافه بالظبط. خالته راحت مبلغه في الاسم طبعا وقالت لهم على اللي حصل. طبعا هنا تم القبض على ابوه وابتدي الخناقه عليه. ما اعترفش، قال لا ما اعرفش فين وهي خرجت وكان بيصمم على الاقوال. هنا بقى تم القبض على اخته. حصل منك كذا كذا كذا، طب فين الجلابيه بتاعتها؟ وهوب بدي خناقه عليها. اعترفت وقالت كل حاجه، واعترفوا هما الاتنين اعترافات تفصيليه. وانا ماليش دعوه وانا ما عملتش حاجه، انا هو بس دفنها في الزريب. لا بدل ما انت عارفه خلاص، انت كنت عارفه بالواقعه وبالجريمه كلها، وانت اللي دلتيه وقلت له احفر وحط واعمل. هما الاتنين طبعا تم القبض عليهم. والولد يا عيني في المحكمه قال له كنت سبت امي في حالها، كنت سبت امي تصرف عليا اللي كانت بتعلمني وبتحفظني القران وبتدخلني دروس، وهي اللي كانت بتصرف عليا. كنت سايبها تعيش. انت لا كنت بتصرف عليا ولا كنت بتعمل اي حاجه خالص، ولا كنت ولا شفتك ولا اصلا اعرفك. ان هو انفصل عن مراته 8 سنين ورجع لها اخر 3 سنين، يعني الواد ما شافوش الا 3 سنين الاخرانيين. فطبعا هنا الولد بقى يطلب من القاضي، قال له دوت اقل حاجه فيه الاعدام، انا عايزه يتعدم علشان خاطر اخد حق امي.
هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.